بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله معادنا مع محاضرة جديدة من محاضرات كيفية ربط الفيجوال بيزك بالاكسل. خدنا المرة اللي فاتت ازاي نعمل السلكت وازاي نعمل الانسرت، ولكن ناقص لنا ان انا الاي دي بدخله بايدي. كنت المرات اللي فاتت بدخل الاي دي بايدي، النهارده عايزين ندخل الاي دي عن طريق السلكت ماكسيمم او اعلى حاجة في الموجود يضيف عليها واحد اوتو انكريمنت. طيب تعالوا نشوف جملة السلكت اللي احنا عايزين نعملها دي هتتعمل ازاي، او الانسيرت الماكسيمم دي هتتعمل ازاي. هنقول له برضه بابليك سب، دايما بنشتغل بابليك سب علشان نعمل حاجة تمشي مع كل الصفح. بابليك سب هقول له سيلكت ماكس مثلا، واقول له ان انا افتح قوس واقفله، واقول له ابتدي اكتب بيانات الشغل بتاعي هنا. طيب انا هو نفس الكلام تقريبا سي ام دي والكلام ده، فانا هاخد الجمله دي واحطها اللي احنا عملناها اللي هي ديم از نيو سي ام دي از نيو اول دي بي كوماند، واقول له هنا سيلكت، بس بدل ما اقول له كده هقول له ماكسيمم وافتح قوس واحط ستار. كده هسلكت الماكسيمم لمين؟ للكاونت. كده كاونت، لا انا مش عايز كاونت، انا عايز الاي دي ماكسيمم اي دي. هيرجع لي الماكسيمم اي دي. طيب هيرجعه فين؟ لازم انا اقول له ديم نمبر او ان از انتجر، هيرجعه لي في الانتجر اللي اسمه ان. طيب هاجي هنا بقى امسح الكلام ده كله واقول له والله الان بتاعتك دي بتساوي مين؟ بتساوي السي ام دي دوت اكسكيوت سكيلر. اكسكيوت سكيلر دي لما يرجع رقم واحد. هو انا دلوقتي هرجع كام رقم؟ المفروض الماكسيموم اي دي ده هيرجع رقم واحد، فمادام هرجع رقم واحد يبقى انا هقول له اكسكيوت سكيلر واروح حاطط الرقم ده فين؟ في الان بتاعتي. طيب دلوقتي انا طلعت الان، انا عايز ارجع الان ده يرجع لي ريتيرن، يبقى انا لازم اعمل فانكشن وليس سب. بشيل دي واقول له فانكشن، انا عايز اعمل فانكشن وليس سب. يعني ايه فانكشن؟ يعني لازم اقول له ريتيرن ان. كده يبقى هو هيرجع لي الان بمجرد ما اكتب سيلكت ماكسيمم، يبقى هو هيجيب لي ايه؟ اعلى رقم في الاي دي الموجود. طيب بلاش لي حاجه واحده، افرض مفيش بيانات جوه الداتا جريد الجدول ده، مفيش بيانات، انا اول مره او اول شغل لسه ومفيش بيانات، يبقى ده هيرجع ايه؟ هيرجع نل او هيرجع فاضي. فهو رجع فاضي وحاولت احطه في الان ده هيضرب، هيقول لي لا ان كده انت عندك ايرور او انت عامل حاجه غلط. فبعمل ايه؟ بعمل جمله اسمها تراي. طيب يعني ايه تراي؟ تراي يعني حاول تنفذ الامر ده، حاول تنفذ الامر ده. طب لو معرفتش، لو معرفتش تنفذ الامر ده هقول له والله حاجه اسمها كاتش، يعني نفذ لي اللي بره التراي. يبقى هو عندي حاجه اسمها تراي وعندي حاجه اسمها كاتش. طب يعني ايه؟ طيب تراي يعني حاول تنفذ دول، معرفتش تنفذهم، لا اقفل بقى، قول لي ان بتساوي صفر وقول لي كلوز، او نخلي الكلوز ده بره مش مشكله، خليها بره مش هتفرق. ماشي. طيب يبقى انا كده هيحاول ينفذ مين؟ هيحاول ينفذ الاكسكيوت ده. طب ما ينفعش، اداني نل وضرب بقى كان في مشكله، يبقى هيخلي لي الان بكام؟ الان بصفر ويرجع الصفر بتاعي. طيب لو انا عايز انفذ الجمله دي دلوقتي اروح واخد السلكت دي واروح ايه؟ موديها في المكان اللي انا عايز انفذه. طب انا هنفذه فين؟ هنفذه هنا، هنفذه هنا في الاي دي. هو بيقول له انسيرت اي دي، بياخد الاي دي من هنا. لا انا هقول له بقى، هقول له كده ماكسيمم بلس مين؟ بلس 1. يبقى هات لي الماكسيمم بلس 1 دي وايه؟ هات لي الماكسيمم وزود عليها ايه؟ واحد، واروح شايل اللي هي الاي دي خالص من هنا. يبقى انا كده عايز 3 متغيرات بس وانا بدخل البيانات، 3 متغيرات بس وانا بدخل البيانات، يبقى في واحده زياده اللي هي ايه؟ ال11. كده يبقى انا جهزت شغل. تعالوا نشوف كده، نجرب نشوف هيحصل ايه. انا بضيف دلوقتي مفروض ان هو الاسم مثلا، طبعا هنا محمود مثلا، وهنا مثلا 58، اي ارقام، وبعدين اقول له ايه؟ موافق. المفروض كده يجيب لي مين؟ يجيب لي 12. فعلا هو كده جاب الماكسيمم وراح مزود واحد خلاها 12، ومحمود 85 وراح حاطط الرقم بتاع الموبايل اللي انا ضفته. كده يبقى احنا قدرنا نجيب الماكسيمم ونزود عليها واحد وننزلها بالتوالي. طب لو انا عملت واحد تاني تالت
هيجيبها لي صح اهو، اي حاجه وادي رقم هنا رقم، يبقى هيجيب لي مين؟ هيجيب لي كام؟ 13. اوكي، يبقى هنا جاب لي كام؟ 13. كده يبقى انا جمله الانسيرت خلصتها خالص والدنيا ماشيه معايا تمام. كده يتبقى لي ان شاء الله التعديل، ويتبقى لي الحذف، ويتبقى لي البحث. ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم عن التعديل بالتفصيل برضو، وبعد كده المحاضره اللي بعدها الحذف، واحده واحده نمشي مع بعض. ويا رب الفيديوهات دي تكون مفيده، وما تنسوش دعواتكم ليا، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.